صلي على النبي يا قمراية في الكومنتات وتعالى أقولك على طريقة السمبوسة من الألف للياء، من أول ما هنعجنها لحد ما هنحشيها ونقليها. ليه يا زوزو كده؟ طب ما نجيبها جاهزة. الجاهزة يا قلبي زوزو بقى النص كيلو ب30 جنيه، وأنا ب10 جنيه من نص كيلو دقيق عملت لفة سمبوسة بسم الله ما شاء الله. حاجة كده قمر، حاجة فاخر من الآخر. بدال ما نجيب الحاجة بالغلا ونقدر نعملها في قلب بيتنا، نعملها بتوفير يا جماعة، لان كمان بصراحة الاسعار بقت صعبة جدا. انا هنا هو بوريكم لفة السمبوسة اهو، بصوا ازاي اهو. انا جيت بعد ما عملتها بالعجينة حشيتها بالجبنة والزيتون والفلفل الاخضر، وهنا بوريكم وانا على الرخامة برضو اهو بلفها. وفي حشوة تاني حسب ما الحشوات اللي عندك بقى، تحشيها لحمة مفرومة، تحشيها جبن تبقى خفيفة، تحشيها شاورمة فراخ، براحتك خالص، دي حرية شخصية ليك انت وحسب امكانياتك يا امراي. انا وريتك هنا اهوت وانا بلفها على ايدي، وهنا اهوت وانا بلفها على الرخامة اهو، ده زي ده بالظبط. واخلص لف بقى وتعالوا نقلي كام واحدة كده اهوت. بسم الله ما شاء الله اهو. حطيت، ما تحطيش زيت كتير، حطي زيت قليل كده، هي هتتحمر وبتبقى تحفه يا جماعه. هوريكم لما تتقلي بتبقى عامله ازاي. بصوا كده خلاص هي طلعت اهي، بسم الله ما شاء الله. بصوا اللهم صل على النبي، اللهم بارك يا رب. اعملي على طريقتي مش هتندمي. يلا يا مرايا لايك وشير، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونخش على التحضير، واوريكي عجينه السمبوسه ازاي. احلى عجينه سمبوسه هتعمليها بدون ما تشتري ولا تكلفي نفسك. يلا يا قمرايه لايك وشير للفيديو وتعالوا نخش نشوف الطريقه ازاي. انا هنا اهو معايا هاخد كوبايتين ونص دقيق اهو، نفس المج اللي هوزن بيه الدقيق هعمل بيه الميه علشان يبقى مج واحد. ادي كوبايتين وادي نص اهو كوبايه، كوبايتين ونص يا جماعه دقيق اهو. خلاص. بعد كده هتعملي ايه يا زوزو؟ هحط يا قلبي زوزو بتاع نص معلقه ملح صغننه كده اهو اهي. وبعد كده هو هنحط ايه تاني يا زوزو؟ وهحط معلقتين زيت بس، مش اكتر ولا اقل، ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه تاني، ولا خميره ولا الكلام ده. والميه تحطي حبه 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 ميه، علشان كل دقيق بيختلف عن التاني يا حبيبتي انت وهي. يلا يا قمريه سمعيني الصلاه على النبي في الكومنتات كده اهو، وتفضلي تحطي حبه حبه وتقلبي. هخلص بقى دوت كده وهنزل بايدي انا عشان خلاص العجينه تقلت ومش هينفع بالمعلقه. هتلفي بقى بايدك العجينه. انا مش عايزاها عجينه ملزقه، هنا انا حطيت بقيت حبه الميه يا جماعه اهو. انا عايزاها عجينه تبقى ماسكه في ايدي وايدي تتسلت منها خالص اهو. بصوا العجينه بقى خلاص سلتت من ايدي. بصوا رشوا حبه دقيق كده من تحت ومن فوق اهي، ولا بتلزق ولا اي حاجه. هنا بقى انا ايه، انا مش هسيبها تخمر، هي انا مش حاطه لها خميره عشان تخمر. ارش حبه دقيق على الرخامه، رخامتي زي الفل، واروح لفه كده رول كده هو العجينه اهو. بصوا ايجي سالته منها ازاي. وبعد كده هروح مقطعاها بالقطاعه او بالسكينه زي اللي عندك موجود في متناول ايدك استخدميه اهو. قطع قطع كده يا جماعه، عملتها 8 قطع، وكل قطعه هعملها كوره. واجيب طبق جنبي بقى وارصها، رش عليه حبه دقيق كده اهو صغيره، وكل قطعه تعمليها كوره وتحطيها في الطبق اهو. والقطعه اللي تحسي ان هي كبيره شويه، ايدك بقى هي الميزان هنا في الوقت دوت. القطعه اللي تحسي ان هي كبيره شويه، احنا ماشيين طبعا ببركه ربنا مش هنجيب ميزان ونوزن والكلام ده، ايديكي هي اللي ميزان. وطبعا كل واحده شوافه وشايفه العجينه كبيره ولا صغيره في ايديها. اعملها كوره كده واحطها جنب بعضها، هي ما فيهاش خميره ولا هتفور ولا هتخمر ولا الكلام ده. انا حسيت الكوره بقى الاخرانيه ديت صغيره، هاخد حته من كل واحده كده اهوت لحد ما تكبر شويه. هي دي كانت كبيره شويه اهو. قلت لك عينيكي وايديكي هما الميزان. وهنا هبتدي افرد كل كوره بقى يا جماعه اهو. ترشي حبة مية، ما تفرجيش حبة مية ايه ترشي حبة دقيق وتفرجي كده. انا عايزاها بالطول علشان عجينة السمبوسة بتبقى بالطولا كده يا جماعة. وكل واحدة تفرجيها تحطيها على صينية وتدهنيها بقى زيت كده اهو اهو. ما بين كل راق وراق تدهني زيت. الدقيق اللي انا برش ده يا جماعة حطيت عليه معلقتين نشا ومعلقتين دقيق، من ده على من ده كده، علشان ايه؟ تديكي القرمشة اللي بتحسيها وانت بتاكلي السمبوسة. تحطي معلقتين نشا على معلقتين دي وترشي بيها بقى اهو. بص انا برش بيها وببدر بيها وكل حاجه. حطيت 4 فوق بعض و4 فوق بعض اهو. وبصي بقى كل واحده اقطعها قد ايه. انا عملت الاولاني بصراحه الاربعه الاولانيين و ما تصوروش، فانا قلت ايه اصور لكم الاربعه التانيين اهو.
بصوا خلاص، ما تفرديش قوي لان لسه هنفردهم كلهم تاني مع بعض. يلا يا قمرايه، لايك وشير، ولو جديده معانا في قلب القناه ما تبخليش عليا باللايك والشارك في القناه عشان يجيلك كل جديد من زوزو، واتفرجي على محتوايا شوفي هيعجبك ولا لا. اهو يا قلبي بتحاولي تظبطيهم بقى كلهم قد بعض كده اهو، وتحطي برضو الزيت بالفرشه. بص انا من تحت لقيتها دي اقصر من دي، افرجي كده وظبطي عشان كله يبقى قد مقاس واحد بالظبط. اهو بصوا، على قد ما بقدر بظبط. ودهني بقى ايه الزيت بتاعك كده اهو، عشان ما بين كل رق ورق تدهني زيت عشان ما تيجي تفكيها تتفك معاكي بسهوله. وهوريكم اخر واحده بقى اهو بعملها يا جماعه اهي. ارش برضو دي ونشا كده، واروح فرده وافرد بالفراده بتاعتي اهو على قد ما اقدر. بس تفرديش قوي لان احنا لسه هنفردها تاني، وعشان العجينه ارتاحت معايا بتتفرد بسهوله معايا اهي. اهي كل شويه كده ترشي دقيق ونشا اهو عشان ما تلزقش معاكي. وقبل ما تسويها لازم تنفضيها خالص اهو. انا خلصت بقى بسويها بقى اخر واحده دي كده. طبعا اخر واحده انا مش هدهنها بقى زيت عشان دي اللي هفرد بيها اهو. بظبط بس كل العجين في قلب بعض كده اهو، وبعد كده هروح حطها على الرخامه وافردها بقى. اشيل بقى ايه، اوسع لنفسي كده اهو. اهو يلا يا زوزو بقى ايه، رشي كده رشه دي وفريجي بقى كله. بصوا مساوي ببعضه كده اهو. واروح فرده كويس، وبالنشابه بقى رشيت اهو. وبالنشابه رشيت طبعا دقيق وايه ونشا. وفريجي بقى كله كده الاربع رقات على بعض اهو. حاجه بسم الله ما شاء الله، كانت تحفه بجد يا جماعه. وفري ودبري في بيتك، العيشه بقت صعبه، واعملي كل حاجه تقدري تعمليها في البيت اعمليها. رمضان جاي وطبعا احنا ولادنا بيعشقوا السمبوسه، كلهم كبير وصغير بيحب السمبوسه. اعمليها في البيت وروحي احشيها بقى الحشوه اللي تعجبك زي ما انا وريتها لك في اول الفيديو كده. احشي جبن وزيتون وفلفل، احشي بسطرمه وجبنه، احشي اللهم صل على النبي لحمه مفرومه، احشي شاورمه فراخ كده اللي بنعملها، بتبقى حاجه قمر. وهنا بقى يا جماعه هجيب النشابه بتاعتي اهي، واروح لما بيها العجينه كده اهو. واروح بقى انا كنت حاطه الصاجه بتاعه الايه الفرن، حطها على النار تسخنيها اول، بعد كده توطي العين. انا مش عايزاها تتلسع منك، يا دوبك بس نسوي العجين اهو. تقلبيه شمال ويمين كده. بصوا هنا بقى اهو استوى. هبتدي بقى ايه اظبطها بقى اطرافها دي. العجينه اللي بيطلع ده احنا مش هنرميه، نحمصه يا جماعه ونعمله زي اللي بيجي مع الكشري كده بالملح والكمون. تعمليه اللهم صل على النبي بحبه لبن وسكر لولادك، بيبقى حلو جدا. وهجيب المسطره واروح قايسه بقى كله مقدار واحد كده اهو. اهو بصوا رقات السمبوسه دي طلعت معايا 4 وحدات. كنت احاول اقسمها نصين لقيتها تبقى صغيره جدا، رحت قايساها ودي مش مشكله. 4 في 4 ب16 واحده يا جماعه اهو. بصوا بقى، بصوا انا عايزه اوريكم بقى الرقات. اللهم صل على النبي اللهم بارك، حاجه تحفه. بصوا الجمال، بصوا عجين السمبوسه معاكي ولا مش عجين السمبوسه اهو. طلعنا احلى سمبوسه يا جماعه، كانت قمر بسم الله ما شاء الله، تحفه تحفه بجد يعني. اعمليها ومش هتندمي اهو. هنا بس دي اتقطعت مني ركنتها قلت استخدمها مع حاجه تاني. بصوا الجمال بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، تحفه تحفه بجد يا جماعه، تحفه اهو. ودي الاولانيه اللي انا عملتها، يعني عملوا معايا حوالي 16 و16 حوالي 32 واحده يا جماعه بسم الله ما شاء الله. وفي مني يعني ظبطته كده يعني رمت معايا. بصوا الجمال اللهم صل على النبي. ما استاهلش منك لايك وشير يا قمرايه. يلا حبيبه قلبي لايك وشير، واعملي كل حاجه في بيتك بنظافه، ووفري ودبري مع زوزو. وهنا كانت احلى سمبوسه احنا قليناها. كنت حاشيه نصها لحمه مفرومه ونصها جبنه وزيتون وفلفل.
انا عن نفسي بحب الجبنه والزيتون والفلفل تبقى خفيفه عن اللحوم والكلام ده. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يلا حبيبه قلبي ما تبخليش عليا باللايك والشير، وقومي ما تكسريش اعملي عجينه السمبوسه، وانا وريتك الطريقه من الالف للياء لحد ما حشيناها وحد ما قلقناها اهوت. كانت حاجه بسم الله ما شاء الله. يلا يا مرايا لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.